كيفاش البنت اللي خدامه في كاش بليس قدرت تعتق راسها من مجرمه اللي كانت باغا تخوي عليها المقاطع وتسرق لها الفلوس. خليكم معنا حتى الاخر باش تعرفوا التفاصيل ديال القصه. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه وتخليو لنا التعليق ديالكم وشي كومونتير زوين باش تشجعونا. هذه القصه ديال البنت اللي خدامه في كاش بليس. يلا العمر ديالها 26 عادي، كتمشي تخدم كترجع للدار امور ديالها مزيانه، كتقول مع عمري زعما ما لقيت شي مشكل. خدامه في واحد البلاصه اللي شعبيه، راكم عارفين كاش بليس يكونوا في المناطق اللي شعبيه، خدامه ترونكيل حدا واحد القهوه الحوانت امور هي هذه. حتى لواحد النهار اللي غادي توقع فيه هاد الجريمه، غادي تكون خدامه والدنيا عندها خاويه، يعني ما كاينينش الكليان وداكشي. كتفاجئ انه داخله عندها مراه ملتمه وشاده في يديها قرعه ديال المقاطع، وتاقبه القرعه ديال المقاطع من الغلاقه بحال اللي كنا كيلعبوا الدراري صغار بحال هكا بزمزم كيبقاو يرشوا الماء بحال هكا. وقفات عليها البنت، تخلعات بحال هكا، قالت لها نعم لالا شنو بغيتي؟ قالت لها شوفي بلا ما نهضر بلا ما تغوتي بلا ما حتى شي حاجه، ورد الدراري ديالي واقفين في الباب ديال الكاشبلي، جبدي شنو عندك بلا غوات. البنت تقول انا خفت ودرت راسي متبته، قلت لها واخا غير صبري، راه صبري نجبد لك الفلوس. قالت لك وانا شنو ندير؟ قالت لك حاجه شويه بالكرسي ديالي اللور، وكانت عندي واحد الفوطه حدايا ديال اليدين ديالي كانت في يدي وداكشي، هزيتها ودرتها على وجهي غير باش نحمي وجهي حتى لا رشات عليه ولا شي حاجه ما يقيسني. قالت لك غطيت وجهي وهي كترش، بقات كترش شويه بهذاك الملقط وتقول لي اعطيني. قلت لك اعطيني الفلوس اعطيني. قالت لك انا ندور لقيت واحد الكاس كنت كنشرب فيه الماء، شديته وانا نضربو مع ديك الدجاجه. من ضربته مع ديك الدجاجه هي المراه بحال اللي فهمتي تتقول بحال اللي داخت كيفاش انا ضربت الدجاجه. قالت لك انا ضربت الكاس بالدجاجه وبديت تنغوت عتقوني عتقوني شفاره عتقوني. قالت لك والدراري اللي في القهوه بتسمعوني وجايين عندي هي هربت. قالت لك مين يدخلوا عندي الدراري وانا نقول لهم جري وجري وراها شفاره كانت هزه عليا المقاطع وكتكبوا. بقيت كنقول للدراري راه شفاره وكل اللي كانت ترعد كتقول للبنت شفاره. قالت لك الدراري بقاو تابعين، قلت لهم راها ملتمه راه عاد دابا خرجات. تبعوها وانا باقا فيا الخلعه، الناس كيعطوني الماء هي باش نتهدن وداك الشيء، ولكن الحمد لله ان الدراري اللي كانوا جالسين تما في القهوه قدروا يشدوها، وان البوليس جاو في الوقت المناسب وداوها. ولكن راه دابا الان باقي انايا كتقول السيده الخلعه شاداني، باقا هذيك الخلعه واخا كانت عندي الشجاعه انني قدرت نضربها بكاس، نضرب الدجاج بكاس ونغوت، ولكن الخلعه كامله رجعت عليا. نتمنى ان هذه القصه ديال البنت تفيدكم وتردوا البال في الخدمه ديالكم، وخصوصا الناس اللي كيخدموا بحال هاد الخدامين اللي تيكونوا فيهم حرين وكيكونوا خدامين غير بنت او لا ولد، غير واحد في زعما غير واحد اللي خدام في الكابين. ردوا البال للبنات قبل ما تحلوا، قبل ما نسدوا ديما ردوا البال. ولا حتى لا دخل عندنا شي واحد وشكينا فيه باللي ماشي وادا كما دارت السيده، ديما نرجعوا اللور غير باش نتفاداو اننا نتاداو ونغوتوا باش الناس يتجمعوا حيت هما كيستغلوا الوقيته اللي تتكون البلا عندك لاجونس خاويه ولا داكشي كيدخلوا، ولكن ديما الانسان يرجع اللور ويغوت. ونتمنى تكون القصه عجبتكم، ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. نتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله.